لو بقالك مده كبيره في العمل الحر وما جبتش ولا عميل، ففيديو النهارده هقول لك على خطه عمليه من الصفر للاحتراف. اول ما انت عايز تتعلم المهاره لحد باذن الله لما تتقن المهاره وتجيب عميل كمان وتكسب منه فلوس وتستلم الفلوس من كذا طريقه، فودافون كاش، باي بال، باي طريقه انت عايزها. ان شاء الله هتجيب عميل في مده لا تزيد عن 6 شهور. ويا ريت اي حاجه انت عرفتها عن العمل الحر تركنها ورا ظهرك اكنك ما تعرفهاش خالص. وفيديو النهارده هعلمك كل حاجه من الصفر للاحتراف. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. حبايبي واخواتي كل سنه وانتم طيبين. قبل اي كلام لايك سبسكرايب تعليق حلو زيك، ويلا بينا نخش على الفيديو النهارده. بص يا صاحبي، فيديو النهارده اكيد يعني مش هعمل لك فيديو اشرح لك فيه كل حاجه خاصه بالعمل الحر من اول ما انت هتتعلم مهاره وتختار مهاره واحده لحد ما تستلم فلوسك من العميل. بص يا صاحبي، انا عامل لك جزئين، الجزء اللي هينزل النهارده وفي جزء باذن الله هينزل كمان يومين او في ميعاد الفيديو اللي هينزل المره الجايه تقريبا يوم الجمعه الجايه او السبت الجاي. فالمطلوب يا علاء؟ المطلوب ان فيديو النهارده هعلمك من اول انك تختار المهاره لحد ما انك هتبعت رساله للعميل ويرد عليك. بعد كده ان شاء الله هقوله لك وطرق السحب وكل ده هعرفه لك بتفصيل الممل باذن الله في الفيديو الجاي. يلا بينا نيجي بقى على الخطوه الاولى، وهي حاول تختار مهاره واحده. يعني ما تختارش كذا مهاره، لان مفيش عقل بشري هيستحمل كذا مهاره. انت ممكن تستحمل كذا مهاره لكن عمرك ما تتقن كذا مهاره. انا عايزك متقن للمهاره، مش تقول لي انا بعرف اعمل مونتاج، بعرف اعمل تصميم، بعرف اعمل كتابه سكريبت. انا كواحد بصور، انسان عادي زيك، بمنتج وبصور وبصمم وبكتب سكريبت. كل ده مش لوحدي، معايا ناس بتساعدني. فالناس اللي بتساعدني انا مش هقدر اعمل نفس شغلهم. انا ممكن امنتج لكن مش هطلع مونتاج احترافي. ممكن اصمم صوره مصغره لكن مش هعمل صوره مصغره احترافيه. طب انا علاء عايز اتعلم المهاره. عشان تتعلم المهاره عندك طرق مجانيه كتير، وكمان انا عامل لك قائمه تشغيل اسمها قائمه تشغيل للعمل الحر، موجوده على قناه استكشاف المال اللي انت بتتفرج من على الفيديو ده. بعد ما تخلص الفيديو ده هتقوم متك على القناه، داخل على قائمه التشغيل، هتلاقي قائمه العمل الحر، هتلاقيني شارح فيها المونتاج، التصميم، كتابه المحتوى، وكمان شارح لك فيها الكول سنتر. كل ده من ايه؟ ببلاش، مجاني تمام. الخطوه الثانيه وهي اتعلم الاساسيات بس. يعني ايه علاء؟ يعني يا حبيبي مش لازم انك تبقى خبير او مش لازم يبقى معاك المعدات الكفايه عشان تبدا، لا خالص. بص يا صاحبي، اهم حاجه انك تبدا. طب لو ما بداتش مش هتوصل لاي حاجه في حياتك. يبقى اهم حاجه تتعلم الاساسيات. طالما اتعلمت الاساسيات احب اقول لك مش لازم تبقى خبير. انا عايزك تفهم المهاره وتطبق بايدك وتعرف تحل المشاكل البسيطه. مش لازم تحل مشاكل معقده، لا، انا بقول لك المشاكل البسيطه اللي هتقابلك في المهاره اللي انت عايز تتعلمها. نيجي بقى على الخطوه الثالثه وهي جهز نماذج من شغلك. يعني ايه؟ يعني يا حبيبي قبل ما اي حد هيدفع لك جنيه واحد لازما يشوف شغلك ويشوف مهاراتك ويشوف اساسياتك واسلوبك والشغل اللي انت عامله قبل كده. علاء كذا مونتير بيدخل يكلمني. طب انت يا حبيبي انا هاخدك نيابه عن ايه؟ هتقول لي ابعت لي فيديو امنتجهولك. لا، انا عايزك يبقى معاك فيديوهات قبل كده تكون انت عاملها بتتسمى سبيله الاعمال او البورتفوليو. انت لما تبعتها لي واشوف شغلك حلو انا هكلمك واقول لك انا هشتغل معاك باي مبلغ انت تطلبه، لكن انا مش هاخدك تشتغل معايا وانت مش معاك سابقه اعمال. نيجي بقى الخطوه الرابعه وهي مرتبطه بالخطوه الثالثه، وهي حاول او مش حاول، هو لازم تعمل بورتفوليو خاص بيك. اهم حاجه البورتفوليو مش سيره ذاتيه، البورتفوليو اعلان ليك. يعني ما تقوليش انا اسمي كذا وسني كذا ومن مدينه كذا. انا مالي يا عم بيك؟ انا مالي بيك؟ انا اهم حاجه عايز اعرفها واهم حاجه تهمني انا وهي شغلك. يبقى ده اعلان ليك الشغل السابق اللي انت عامله. اول حاجه بيوضح انت بتقدم ايه. تاني حاجه بيحل مشكله لمين. الحاجه الثالثه وهو ليه العميل يختارك انت غير ال 500,000 واحد اللي شغالين في العمل الحر. نيجي بقى الخطوه الخامسه والاخيره وهي قدم على شغل كتير وابعت لعملاء كتير جدا. اي يوتيوبر حاطط رقمه ابعت له. ادخل على مواقع العمل الحر، ابعت لاي عميل، ابعت لاي يوتيوبر على الانستجرام. المهم توصل للعميل. اوصل له ازاي؟ بص يا صاحبي، انت لو مثلا كلمت 50 عميل في اليوم اكيد هيرد منهم 25 او 20 واحد. انت اكيد مش هتقنعني انك هتكلم 50 عميل مثلا ولا واحد هيرد. انا كلمت حوالي 10 في يوم جالي منهم 5، جالي 5 عملاء. فانت اكيد بعقلك كده يعني مش كل الناس بتمنتج لنفسها. فاللي هو انا بقول لك اهوت قدم على شغل كتير. وكده يبقى فيديو النهارده خلص. وما تنساش تحجز معايا في انطلاق لاين، هكون على رقم اللي قدامك ده، وهتكون بسعر رمزي جدا اقل من $0.5 ب 25 جنيه، يعني ببلاش حرفيا. برضه ما تنساش تطور من نفسك، تطور من ذاتك وتستكشفها.
سلام يا بطل.